طيب يا عم الناس، النادي الاهلي يتوج بطلا للسوبر المصري على حساب النادي الزمالك عن جدارة واستحقاق. وده مش معناه ان النادي الاهلي كان جامد او كان حلو قوي، الفرقتين كانوا بيقدموا زنا كروي، ولكن احنا اللي رايحين في 60 ده. بس تعالى بقى قبل ما نتكلم عن الماتش ونتكلم عن اللي حصل في الماتش، لازم قبل اي حاجه نواجه نفسنا بحقيقه كبيره قوي. الحقيقه دي يا قلب اخوك ان احنا في الميركاتو اللي فات اتباع لنا الترماي. والله زي ما بقول لك كده، احنا اتباع لنا الترماي من اول شيكو بانزا وادم كايد وعدي الدباغ لحد احمد شريف وعمرو ناصر اللي جون ادوارد رضى بيهم نادي القديم عشان ما يزعلوش منه ان هو ماشي. حرفيا احنا اشترينا سكواد خلانا نترحم على مصطفى شلبي. وما تقوليش بقى لا جون ادوارد ولا جون سينا ولا مدير رياضي طول عمرها ماشيه برغيفين وبيضه، وكانت ماشيه احسن من كده. انما ان انا امشي اللعيبه اللي عندي كلها واروح اجيب 10 12 لاعب ما يطلعليش منهم غير لاعب واحد بس عدل، وحتى اللعيب الوحيد اللي عندي عدل ده احنا شايفينه عدل عشان متعتنا البصريه مش اكتر، عشان لعيب مهاري وعينك تحب ان هي تتفرج عليه. انما تعالى كده بص للارقام هتلاقي برده مفيش. ومع ذلك عشان ما نظلمش برده الراجل، هو بق الميه الوحيد في ازازه فاضيه. النهارده احمد عبد الرؤوف ادار المباراه بنفس الطريقه اللي ادار بيها مباراه بيراميدز. زي ما قلت لك في الفيديو اللي طلعت بعد ماتش بيراميدز، قلت لك احمد عبد الرؤوف هيلعب قصاد النادي الاهلي زي ما لعب قصاد بيراميدز على التحفظ الدفاعي والتحولات. عملها قدام بيراميدز وقدر انه يلعب على التحفظ الدفاعي وانه يقتل خطوره بيراميدز، ولكن ما كانش فيه تحولات. وانتهت ان الماتش وصل بضربات الجزاء وفزت على بيراميدز وصعدت صعود من حيث المجهود غير مستحق. وجه النهارده الكابتن احمد عبد الرؤوف حب يعمل نفس اللعبه مع النادي الاهلي، ولكن الغريب بقى واللي حصل قصاد النادي الاهلي النهارده انك لا قدرت تتحفظ دفاعيا ولا قدرت تتحول هجوميا. النهارده الجون الاول للنادي الاهلي اشرف بن شرقي بيستلم الكره على صدره وهو واقف فاضي وبيشرب كوبايه شاي وحجر معسل وبيحطها العواد في البعيده. والجون الثاني طاهر محمد طاهر بيروح ويعرض ويجي مروان عطيه جاي من تحت. فين الديفندر بتاعك اللي بيقابله؟ الديفندر بتاعك اللي هو محمد شحاته اللي بيلعب في مركز مش مركزه اساسا، المفروض اللي جاي من تحت يشوط ده الديفندر اللي بيقابله. فين الديفندر بتاعك اصلا؟ يعني احنا كنا بنقول نتحفظ دفاعيا ونقتل خطورتهم عشان ما يجيش فينا جوان، لان انت لو متعشم في التحولات فمين اللي هيصنع لك الفرق في التحولات اصلا؟ تفتكر خطك الامامي اللي النهارده كان مكون من سيف جعفر وعمرو ناصر وشيكو بانزا يقدر يصنع لك الفرق في التحولات؟ خطك الامامي اللي النهارده من اول ما شفت التشكيله قلت ربنا يستر وانا اللي اطلع حمار ومش فاهم، وان تفكير الكابتن احمد عبد الرؤوف اعلى من مستوى تفكيري. لكن طلعت بشتغل نفسي، لان الكوره زي ما فيها مفاجآت برضه فيها مسلمات، فيها اشياء لا تجوز، فيها حاجه اسمها سيف فاروق جعفر مش لا يصلح انه يكون جناح ولا يصلح انه يكون لاعب كوره اصلا. ولولا ان ابوه فاروق جعفر ما كانش زمانه بيلعب في نادي الزمالك ويرازينا المرازيه اللي احنا مترازينها دلوقتي. وطبعا شيكو بانزا زي ما قلنا في بدايه الفيديو هو عربيه من عربيات الترماي اللي احنا اشتريناه الميركاتو اللي فات. النهارده لعيبه نادي الزمالك كلها نازله خايفه، وانا هموت واعرف انتوا خايفين من ايه. لا جمهور ضاغطكم ولا اداره ضغطاكوا ولا حتى عارفه تتكلم معاكوا بسبب المستحقات اللي مش عارفه توفرها. مدرب عام ماسك مدير فني مؤقتا ما عندوش اي شيء يبكي عليه. يعني الماتش ده الضغوطات كلها كانت على النادي الاهلي مش علينا احنا، بس واضح ان فكره ان احنا ما عندناش حاجه نبكي عليها انتوا خدتوها بالعكس. خدتوها بالعكس وقلتوا ايه المشكله لما اخسر؟ ما كده كده مفيش حد هيكلمني عشان احنا في ظروف خاصه. ما خدتهاش كدافع ليك انك تلعب باريحيه وتلعب كوره وتهجم، لا ده انت نازل من اول الماتش جبان يا راجل. ده انا اول ربع ساعه في الماتش قلت يا رب نخسر بس مش سكور. من اول الماتش انت خايف، من اول الماتش انت جبان. 20 دقيقه كاملين انت ما طلعتش بكره من قدام جونك. وخلينا بقى مقتنعين دلوقتي ان المشكله مش مشكله مدرب بس، من يانيك فيريرا لاحمد عبد الرؤوف انت حاليا عايز مدرب يعمل من الفسيخ شربات. احنا حرفيا عندنا سكواد زي الفسيخ عايزين نعمل منه شربات. انهي مدير فني عالمي هيجي يعمل لك من السكواد ده حاجه؟ السكواد اللي من يوم ما جه وعليه لغط كتير، بس احنا ما كانش في ايدينا حاجه غير اننا نقول كل الدعم وكل الدعم كل الدعم، وقعدنا نطبطب لما ايدينا ورمت من الطبطبه. انما من هنا ورايح بقى مفيش دعم تاني، والناس اللي بتحب كل الدعم تاني شارع شمال مش عندي. من هنا ورايح كل الهجوم كل النقد سواء كسبان او خسران او متعادل، لان اركن لي بقى الفنيات على جنب واركن لي الكلام المتزوق على جنب. انا واحد من الناس بتفرج على الكوره دي عشان تعدل لي مزاجي، انما هتعكر لي مزاجي فبصراحه انا مش ناقصك. احنا الجمهور الوحيد في العالم اللي متابع 100,000 حاجه غير الكوره نفسها، متابع قضايا فيفا، متابع غرامات، متابع ارض اكتوبر، متابع حوارات ملوش دعوه بيها. هو انا ناقص يا عم انا ولا اي حد من جمهور النادي الزمالك العادي اللي من الطبقه المتوسطه؟ يعني هو يشوف مصاريف بيته وجمعيات واقساط وديون وكمان قضايا نادي الزمالك، وكل ده احنا مستحملينه وبلعينه واكلين خرا عشان خاطر بنحب نادي الزمالك.
انما انا كراجل زملكاوي امتى هرتاح من الوش ده حتى البطوله المحنكه اللي بتتاخد من ماتش ولا اتنين اللي كنا بنصبر بيها على اشكالكم حتى دي مش عارفين تاخدوها. هستنى منك ايه مثلا؟ هستنى منك تاخد لي الدوري؟ ده انت بطوله من ماتشين مش عارف تاخدها. فمن الاخر كده وللناس اللي بتتابعني، اي حد بيحب الطبطبه والدعم صدقوني مش هتلاقوا عندي الفتره اللي جايه. ولو كلام الفتره اللي جايه هيزعلك يا سيدي ما تتفرجش عليا، وزي ما دخلنا حبايب نطلع حبايب، عشان انا مش هستحمل ضغوط نادي الزمالك فوق ضغوط حياتي الشخصيه. في الاول وفي الاخر كلنا زي ما قلت لك بنتفرج على الكوره دي عشان نعدل مزاجنا، مش عشان اعيش شايل هم فوق همي. والكلام ده انا بقوله عشان الناس اللي هتطلع تقول لي اصل الظروف واصل القضيه واصل الارض، الكلام ده ما يخصنيش. انا كراجل مشجع كراجل متفرج يا عم عايز اشوف رجاله في الملعب. كسبت خسرت دي مش قضيتي، العب راجل واخسر مش هتكلم معاك. انما ما تبقاش لعيبه بتاخد ملايين بتلعب بالاسلوب ده واحنا اللي يتحرق دمنا في الاخر. وهرجع واقولها لك تاني، كل اللي حصل الموسم ده من اوله بكش في اونطه. احنا اتعمل لنا مقلب وشربناه، والكلام ده من الاخر، والكلام ده الخلاصه عشان ما حدش يقعد يهري عليك ويضحك عليك وياكلك الاونطه تاني. ومن هنا لاخر الموسم يا قلبي لا تحزن، واشوف وشكوا على خيرة الله. احلى اخوات واحلى متابعين.